بسم الله الرحمن الرحيم. أنا النهارده هنعمل مكرونه. هي فيها شبه من المبكبكه لكن هي مش مبكبكه. هنحتاج في الوصفه دي مشروم وبصل متقطع وتوابل، ملح وسكر وجوز الطيب ومعلقه كزبره ناشفه ومعلقه هيل مطحون وبابريكا، وكوسيتين متقطعين صغير. مش مهم حتى لو انا هحطهم مع البصله، لو دابوا مع البصله مش مهم، بس هو المهم الطعم. وطماطم دي هتتعصر، وفلفل حراق وتوم، وطبعا المكرونه، وكمان معلقه المكرونه معلقه طماطم بوريه. ودلوقتي بقى نشوف بقى الوصفه كده نبتدي فيها. ودلوقتي انا حطيت البصله، هحط معاها الفلفل وهحط معاها الكوسه تشوح، كله هيتشوح مع بعضه، وكمان التوابل عشان كله بقى ياخد من نفس الطعم ونفس الريحه كده، وتشوحوا كلهم مع بعض. ودلوقتي البصله اتشوحت مع الكوسه مع الفلفل مع التوابل. هنزل بقى بالطماطم اللي هي المضروبه اللي انا ضربتها او عصرتها، ومعلقه الطماطم البوريه، وهخليهم يتسبكوا شويه وياخدوا الطعم من بعض. ودلوقتي الصلصه اتسبكت وانا حطيت لها شوربه. لو عندك اي نوع شوربه، شوربه فراخ او لحمه او شوربه من اللي هي الجاهزه دي، حطيها، اي حاجه موجوده عندك حطيها، يعني مفيش حاجه هتقف معانا. وهسيبها لما تغلي. اهي الصلصه غليت اهي. ابتدي بقى انزل بالمكرونه، اوطي عليها واسيبها لحد قبل ما تستوي بشويه، هكمل احط عليها حاجات تانية. الخطوه دي اختياري مش اجباري. حطيت عليها يعني طماطميه كده مكعبات، حطيت عليها، دي على كيفك، يعني عايزه تعمليها اعمليها، مش عايزه مش مشكله. اهي كده دخلت على سوا. حطيت لها الفلفل الرومي مع التوميه اهو، وهقلبها. وبعد كده لما تستوي خالص بقى احط لها بقى اخر حاجه. البخار اشتغل. احط لها اخر حاجه وبعدين بقفلها عليها وتستوي معاها. دلوقتي المكرونه اهي استوت، وهحط بقى معاها اخر حاجه باقيه اللي هو المشروم. حطيته اهو، وهقلبها واطفي عليها واغطيها، والمشروم هيستوي معاها.